السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم النهاردة ايمان من قناة ايمان شانل، جايه لكم فيديو جديد يا رب يعجبكم. الفيديو بتاعنا النهاردة هنقدم فيه طبق شرايح اللحمة بصوص الديمو جلاس. وطبعا مش هنقدم اللحمة لوحدها، هعمل جنبها صينية بطاطس طعمها تحفة جدا، وهنقدم جنبها بقى طبق رز ابيض طعمه جميل جدا. وجبة سهلة وجميلة وفي منتهى الجمال. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكوا اي فيديو جديد اعمله. يلا بينا على الفيديو علشان نعرف ازاي حضرنا الوصفة بتاعتنا النهاردة. في البداية هجيب ووك تكون مسطحة وهخليها على النار لحد ما تسخن، وهحط عليها معلقتين كبار من الزيت. بمجرد ما الزيت بتاعنا يسخن بقى هننزل كده عليه ب3 مكعبات من الزبدة. هستنى لحد الزبدة ما تدوب، وبمجرد ما الزبدة تدوب هنزل عليهم بشرايح اللحمة اللي احنا جايبينها. اللحمة لحد دلوقتي انا ما حطيت لهاش اي بهارات او توابل. انا مش هحط توابل كتير في الطبق دوت، لاني عايزة اللحمة يكون طعمها ظاهر. هتبل الاول اللحمه وهي لسه في الطاسه كده بالملح والفلفل الاسمر فقط لا غير. بمجرد بقى ما اللحمه بتاعتي تاخد صدمه من على الوش الاولاني هقلبها على الوش التاني علشان تاخد صدمه، وبرضه هتبلها بملح وفلفل. حاولي على قدر الامكان ان الطاسه بتاعتك تفضل سخنه، يعني ما تحطيش شرايح لحمه كتيره في الطاسه وتكون على بعضها. انا مش عايزه اللحمه تنزل ميه خالص. هنا بقى بنتبل الجنب التاني من اللحمه برضه بملح وفلفل. هشيل بقى اول دفعة من اللحمة وهحطها في طبق جانبي، وهنزل في نفس الطاسة بباقي الكمية بتاعة اللحم. يستحسن في الوصفة دي ان احنا نستخدم موك تكون مسطحة او طاسة تكون عريضة شوية. بلاش الحلل علشان احنا عايزين اللحمة تكون مفرودة ما تبقاش على بعضها، عشان مش عايزة اللحمة بتاعتي تنزل اي مية، عايزاها تاخد صدمة بسرعة. واروح برضو عاملة نفس الكلام في الدفعة التانية. هنزل اللحمة واتبلها بالملح والفلفل، وهستناها لحد ما تاخد صدمة من على الوش الاولاني، واروح قلبها على الوش التاني واديها الملح والفلفل بتاعها. وبعد ما تخلص كمية اللحمة كلها وتاخد الصدمة بتاعتها كلها، هروح بقى منزلة ومرجعة كل شرايح اللحمة في الطاسة تاني. طبعا اللحمة بتاعتنا لحد دلوقتي ما استوتش، بس احنا حبينا نديها صدمة علشان ما تنزلش اي عصارة ولا ميتها اللي فيها. هرجع بقى واحط على اللحمة حبة منكهات للشوربة اللي احنا هنضيفها لها او للمية. حطيت 3 ورقات من اللوري، وكمان 3 حبايات من المستكة. وما تكتريش في المستكة لان هي لو كترت بتعمل مرارة. حطيت كمان رشة من جوز الطيب، ومش هنضيف ملح وفلفل تاني. هنضيف بقى مية مغلية تكون من الكتل، اهم حاجة انها تكون مغلية علشان درجة حرارة اللحمة ما تقلش، وكمان الطاسة بتاعتنا ما تبردش. بنزل بقى على اللحمة بتاعتنا دي بكمية المية، واهم حاجة ان المية قصدي ما تغطيش اللحمة. انا مش عايزة المية تبقى كتيرة علشان اللحمة ما تبقاش عاملة زي المسلوقة جوه المية. ركنت بقى اللحمة بتاعتنا على جنب بعد ما ضفت لها المية، وهدينا النار وسبناها على نار هادية تستوي مع نفسها. تعالوا بقى هنعمل على العين الكبيرة الصينية بتاعت البطاطس. حطيت الصينية على النار وضفت لها مادة دهنية زبدة على زيت. انت ممكن تستخدمي زيت، بس ممكن تستخدمي سمنة على زيت على حسب ما انت عاوزة. بمجرد ما الزبدة بتاعتنا تسيح بننزل عليها بصلاية كبيرة متقطعة شرايح رفيعة جوليان يعني كده. وبعد بقى ما تاخد البصل بتاعنا كده صدمة وكمان تاخد لون ذهبي خفيف جدا، هننزل عليها بالطماطم اللي احنا عصرينها ومصفيينها. انا هعمل النهارده البطاطس بطريقه ماما الله يديها الصحه. دايما بتعمل البطاطس كده بصلصه تكون متسبكه، بتبقى اطعم بكتير جدا من اللي ني في ني. حطيت بقى ملح وفلفل اسمر، وكمان هحط مكعب من مرقه الدجاج هفركه الاول كويس. وبعد كده بقى نقلب ده كله علشان الصلصه بتاعتنا تتطعم وتاخد من طعم الحاجات اللي احنا حطيناها. بسيب بقى الصلصه دي على النار لحد ما تتسبك معايا خالص. وبعد كده بقى بنضيف البطاطس اللي احنا مقطعينها شرايح، ونكون غسلينها كويس جدا وحطينا الاول في ميه وملح على ما الصلصه بتاعتها تتسبك. بمجرد ما الصلصه بتتسبك بقى بتصفيها من الميه والملح بتاعها، وتنزلي بقى بالبطاطس على الصلصه اللي احنا سبكناها. وبتضيفي بقى هنا
مية تكون مغلية، او لو انت عندك شوربة ضيفي شوربة على حسب الموجود معاكي. بس بقلب بقى كويس جدا، وبنقيس كمية المية اللي هتستوي فيها البطاطس. لو حسيت ان البطاطس لسه محتاجة حبة مية عشان تستوي فيها، غطيها شوية بالمية بتاعتها. هضيف انا هنا حبة مية كمان علشان حسيت ان المية بتاعتها لسه قليلة شوية. بس اهم حاجة ان احنا منغطيش البطاطس كلها وتبقى المية بتاعتها كتيرة جدا. احنا برضو عايزين البطاطس تبقى لسه ظاهرة من الشوربة بتاعتها او ظاهرة فوق الشوربة بتاعتها. متغطيش البطاطس تماما بالمية، سيبي كده نص القطعة بتاعة البطاطس ظاهرة معاكي. في الاخر بقى بضيف كده حبة كمون، بتدي للبطاطس طعم في منتهى الجمال. بسيب بقى البطاطس تاخد غلوة والتانية كده على البوتاجاز، وبحط في اخر حاجة خالص شرايح من الفلفل. لو عندك فلفل حامي حطي، لو انت بتحبي البارد حطي، ده على حسب ما انت عاوزة. وبعد ما بنضيف الفلفل بقى بنروح مدخلين الصينية بتاعتنا الجميلة دي في الفرن على الرف التاني من ناحية تحت، ونشغل معاها الشواية. بمجرد ما تاخد لون حلو كده وتاخد لون من على الوش، بتكون كمان هي استوت من جوه، لان البطاطس واخده غلوه والتانية على البوتاجاز، فمش هتقعد في الفرن كتير. هنا بقى بنشوف اللحمه بتاعتنا وبنغزها بالشوكه بقى، وبنشوف اذا كانت استوت ولا لا. اللحمه دي عشان تستوي انا ضفت لها مرتين من ميه، يعني اول مره الميه نشفت وبعد كده ضفت كمان مره تاني. اهم حاجه انتي لازم تبقي بتشوفي اللحمه بتاعتك وما تطلعهاش من الوok غير لما تتاكدي تماما ان هي استوت وبقت دايبه معاكي. هنشيلها بقى من الصوص بتاعها دوت، ونحطها في طبق جانبي، وهناخد الصوص دوت ونصفيه. بصفي الصوص اللي نازل من اللحمه دوت علشان هعمل بيه صوص الديموجلاس دلوقتي، وانا عايزاه يبقى كله كده ناعم، ما يبقاش فيه اي حاجه مخرزاه. هغسل الوok بقى دي وهنزل عليها بمكعب من الزبده، وهحط مع مكعب الزبدة معلقة كبيرة من الزيت، وهسيبهم بقى على النار لحد ما الزبدة بتاعتي تسيح وكمان يسخنوا مع بعض على النار. في الفترة دي بقى انا كنت عملت على جنب كده حبة رز ابيض سهلين جدا، مش محتاجين ان انا اعملهم معاكي، فعملناهم بقى على جنب علشان نقدمهم جنب الوصفة دي. بتبقى طعمة جدا وخطيرة مع الرز الابيض. هنا بقى بعد ما الزبدة بتاعتي ساحت، ضفت كمان معلقة كبيرة من الدقيق. هقلبها كويس جدا، وهسيب الدقيق في السمنة يستوي كويس لحد ما ريحة الدقيق تطلع معاكي. اهم حاجة تبقى النار هادية علشان الدقيق معاكي ما يتحرقش. اول ما الدقيق يستوي بقى وتحسي ان ريحته طلعت، بنروح بقى ضايفين الصوص اللي احنا صفيناه. بتضيفي الصوص شوية بشوية، ما بتضيفيهوش مرة واحدة. وهنا بقى بتحطي او بتتحكمي في قوام الصوص بكمية المية اللي انت بتحطيها. انا هنا ضفت الصوص اللي طلع من اللحمة كله، وكمان ضفت عليهم ربع كوباية صغيرة من المية، لاني حابة قوام الصوص الديموجلاس يبقى وسط، ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي. زي ما هوريكي دلوقتي هيبقى قوامه عامل ازاي. هنضيف الاول بس زي ما قلتلك ربع كوباية من المية علشان نخفي القوام شوية. بمجرد بقى ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه، بنروح بقى مرجعين شرايح اللحمة كلها على الصوص اللي احنا جهزناه. خلي بالك اعملي الصوص دوت يكون خفيف شوية، مش عايزينه يبقى تقيل، لان الوصفة دي والطبق دوت لو انت كنت مجهزاه قبل ميعاد غداكوا بفترة وسبتيه كده على البوتاجاز لحد ما جه وقت غداكوا، بتلاقي الصوص دوت تقل معاكي تاني. فعادي جدا بترجعي تضيفيله ربع كوباية او معلقتين كبار من المية، بيرجع يفك معاكي وتديله غلوة على البوتاجاز، بيبقى ممتاز جدا. هنا بقى بنرجع شرايح اللحمة على صوص الديموجلاس اللي عملناه، وبمجرد ما ياخد غلوة بندفع عنها، وخلاص كده بيبقى الصنف دوت او الطبق دوت جهز معانا. تعالوا بقى نشوفه بعد ما قدمناه. طلع تحفة جدا، وزي ما انت شايفة اللحمة زي ما شفناها في الفيديو كانت دايبة خالص. اهم حاجة ان انت تصبري عليها لحد ما تستوي تماما. وادي الرز الابيض اللي انا قلتلك عليه جهزناه، كنت حطيته في قوالب وبعدين غرفته في اطباق التقديم. وتعالي بقى كده مع بعض نشوف الصينية بتاعت البطاطس اللي طلعت من الفرن وكانت ريحتها مفحفحة. بس الاول غرفنا كده صوص الديموجلاس في اطباق على جنب علشان دي مهمة جدا. هنحط بقى منها على الرز، وكلي بقى وتهني بطعم الحاجة اللي انت عملتيها. تعالوا بقى نوريكي كده البطاطس اللي احنا عملناها، طالعة تحفة واخدة لون من فوق جميلة جدا. لو جربتي وصفة البطاطس دي مش هتبطلي تعمليها بنفس الطريقة اللي انا بعملها. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم.
اشوفكم في فيديو جديد ومع